معلش نجوى، انا اسف بس جيت لك من غير ميعاد. بس الكلام اللي لازم اقوله ما ينفعش يتاجل ولا يتقال في التليفون. خير يا انس؟ نور فيها حاجه؟ لا الحمد لله نور كويسه. امال في ايه قلقتين؟ ما هو انت المفروض تقلقي. وضعك دلوقتي ما يطمنش خالص. الوضع اللي انا فيه وضع ايه؟ مع الاستاذ جوزك. ايوه مش فاهمه، ماله الاستاذ جوزي؟ بصي يا نجوى، اللي انا كنت الاول بحاول ابعدك عنه بسبب شكوكي، دلوقتي المفروض ان انا احاول احميكي منه، لان الشكوك دي اتاكدت. شكوك ايه؟ انا مش فاهمه حاجه يا انس. جلال حرب مش زي ما انت فاكره خالص يا نجوى. مصادر امواله اللي قاعد بيلعب بيها في السوق دي كلها مشكوك فيها، ورجال اعمال كبار كانوا يدخلوا معاه في شراكات وفي شغل، وفي اخر ثانيه رجعوا في كلامهم لما الشكوك اتاكدت. يعني هو بيتاجر في السلاح ولا في المخدرات؟ ولا يكون شغال في تجاره الاعضاء؟ اي حاجه ممكن تتخيليها. الموضوع من اوله لاخره غسيل اموال. يا انس، معقوله الدرجه دي انت غلبان؟ غلبان؟ غلبان. امال انت عايزني اسمي ده ايه؟ في الاول كنت فاكره انك مصدوم ان انا هتجوز راجل تاني، غيران يعني. بس دلوقتي بعد الكلام اللي انت جاي دلوقتي تقوله هنا وفي مكتبي، يبقى انت اكيد خرفت. خرفت ايه يا نجوى؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ امال انت عايزني اسمي ده ايه؟ انت جاي يا انس عشان تثبت لي ان غلطت ان اخترت راجل تاني اكمل معاه حياتي؟ يا نجوى انت مش فاهمه حاجه. بالعكس، انا ما كنتش فاهمه انت كنت بتعمل كده ليه، بس اللي انت بتعمله دلوقتي ده اكد لي. اتاكدتي من ايه؟ انا اقول لك اتاكدت من ايه. اتاكدت ان انت نفسك تحس انك راجل زي بقيه الرجاله، نفسك تلاقيني مكسوره وندمانه اني سبتك زمان وسبتك تاني ورحت لراجل غيرك. هو انت يا انس محتاج تسمع مني اعتراف بغلطتي عشان نارك تهدى وقلبك يبرد؟ عايز تسمعها؟ حاضر. انا ممكن اكون غلطت في حاجات كتير زمان، واختياراتي دخلتني في مشاكل اكتر، لكن صدقني يا انس، الحاجه الوحيده اللي عملتها صح في حياتي اني سبتك، وانت اللي بتاكد لي ده. صح دلوقتي ان انا اعمل حاجه كان المفروض اعملها من زمان قوي، بس برضه مش هعملها. خليكي في الغيبوبه اللي انت فيها وهتترزعي القلم، بس هيجيلك من جلال الحرب.